ان الفيديو ده يوصل محمد شريف. يا ابني انت بتضيع مجهودك ليه؟ يا ابني انت بتضيع كل اللي بتعمله في المباراة ليه؟ انت لعيب سريع، لعيب بيعرف يستلم كويس، لعيب بيعرف يتحرك كويس، بيعرف ياخد مكان. بس بعد كده تمام، في حتة بسيطة كده تمام انت بتضيع بيها كل مجهودك، بتضيع بيها كل اللي مستنينه منك. انت داخل على حارس المرمى، لازم تكسر تمركز حارس المرمى. هو حارس المرمى ده مش خشبة محطوطة تمام في المرمى وبس، هو طالع تمام برضه ودارس وفاهم زي ما انت رايح عليه تمام كمهاجم. هو دارسك وجاري الانفراد لازم يطلع عليه، لازم يطلع مواجه ليك تمام في نفس المكان. وظيفة حارس المرمى ان هو يملأ اكتر مساحة من الزاوية اللي انت جاي منها. انت رائع في اللمسة الواحدة، لما الكرة تتلعب لك تبقى على مسافة قريبة من المرمى، بتاخدها مرة واحدة، حارس المرمى مش هيقدر يتعامل معاها. ودي تمام برضو دي ميزة جميلة في المهاجم لما يكون قريب من خط الست ياردة تمام او داخل الصندوق وياخدها مرة واحدة. دي روعة. حارس المرمى مهما كانت كفاءته بيبقى صعب عليه التعامل معاه. لكن انا بكلمك على الانفراد، طالما انت رايح بانفراد حارس المرمى طالع عليك وعارف هو بيعمل ايه. انت لو لعبت له الكرة في نفس المكان تمام اللي هو جاي منه تمام، او زي ما انت رايح مستقيم بنفس التجاوز واخدها زي ما هي كده هو ورايح بيها، هو بس ما عليه غير ان هو هيمد ايده بس هيصدها او تمام هيتمركز صح تمام، هتيجي في جسمه وتطلع بره او ترتد للملعب تاني او تطلع كورنر. يا حبيبي انت في الماتش اللي فات اللي انت لعبت تمام ضيعت فيه الانفرادين الكورتين اللي هو ماتش البنك الاهلي تمام صد ابو جبل، ما عليك غير انك انت بس هتكسر خطوه، بس تكسر تمركز حارس المرمى. هو طالع متمركز لك صح، انت مجرد ما تمام ما خدت خطوه. وبعدين انت راجل عندك ميزه ربنا مديها لك مش موجوده في لعيبه كتير، انك انت بتعرف تلعب برجليك الاثنين. يعني تمام لو انت جاي من اليمين وخدت بيمين كسرت بيمينك واديت بشمالك هدف، لو انت جاي من شمالك وكسرت بشمالك تمام واديت بيمينك هدف تمام. بس ما فيش غير خطوه واحده تكسرها او تمام او خطوتين، وبعدين انت بتبقى سابق. ربنا مديك ميزه السرعه تمام. احسن لعيب بيعرف يكسر الاوفسايد انت يا محمد يا شريف. ليه بتضيع كل ده تمام وكل القرارات دي؟ حاجه بسيطه كانت كده. كل التوفيق يا شريف، انت لعيب كبير، ما تضيعش فرصه من ايدك.